السادة الحضور، أيها السادة والسيدات، إحياء لتراثنا الإسلامي وتطهيرا للنفس واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتهذيبا للأخلاق للتعود على الصبر والتحمل والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس لما يرضي الله في هذا الشهر المبارك وتذكيرا بمناسك هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، شهر الخير والبركة. ننظم هذا المساء بالتعاون مع الشركة الوطنية للألبان هذه الليالي المديحية للتذكر والتأمل في سيرته العطرة، ولنتعلم صلى الله عليه وسلم ولنتعلم من أخلاقه ومواقفه النبيلة سعيا منا لتحقيق مبادئه وتطبيق سنته في حياتنا لنكون من الأوائل في الدنيا والآخرة. فالمديح النبوي والإبراس يطير دروب الإيمان ويزيد القلوب إشراقا وتألقا، فهو تعبير عن الحب والتقدير والاحترام لخير الخلق وأشرف الأنبياء الذي جاء بالهدى والحق والرحمة للعالمين. أيها السادة والسيدات، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر حضوركم الكريم، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمدير العام للشركة الوطنية للألبان وطاقمها الإداري على مشاركته في تنظيم هذه الليالي المديحية، وهو ما عودونا عليه دائما في إحياء مختلف أنشطة البلدية. دون أن نفوت هذه الفرصة بالشكر والتقدير للسلطات الإدارية والأمنية على مساعدتهم في إنجاح هذا الحفل المديحي. وختاما نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعل المديح النبوي شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يرضى عنهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.